معكم طمأنينة وأمان. في هذا الكون الشاسع أسرار لا يعلم خفاياها إلا من سكن في حنايا ذاته، وأنصت جيدا لإيجابياته وسلبياته، وسعى جاهدا لدحض سلبياته. أتيت اليوم ألقي على مسامعكم الشذية في برنامجي الفريد من نوعه سرك بر البير، لأطل عليكم كل يوم خميس أنشر لكم عزم وإصرار العمالقة الفذة من صفاتهم بمجرد تزويدي بتاريخ ميلادهم. وجرت حلقتي الأولى باستضافة رجل الأعمال الرجل الذهبي الأستاذ معتز كروم. أسعد الله مساءك أستاذة نور الهدى. أحييك على عملك الطيب الرائع وعلى استضافتك الكريمة، وأحيي جميع المستمعين في هذه الحلقة الجميلة، وإن شاء الله أتمنى من الله أن تكون شيقة وجميلة مثل جميع حلقاتك التي تابعتها سابقا. وقد شدني أسلوبك، وقد شدني طريقة تحليلك للشخصية عن طريق يوم الميلاد وطريقة التحليل في المعدن. أحببت الحلقة وأحببت أن أكون ضيفا. أتمنى أن أكون خفيف الظل عليك وعلى مستمعيك الكرام. تلوح في سمائنا دوما نجوم براقة لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة، نترقب لمعانها بكل شيء جديد يقدمه لنا، وشاهدنا هذا في جميع مقابلاته وإبداعاته الذهبية. رجل الأعمال رجل الذهب، مما شدني لأعرف لأي عنصر طاقي ينتمي الأستاذ معتز كروم. هلا زودتني بتاريخ ميلادك لأحسب لك معدنك الطاقي؟ يوم ميلادي هو 29 مايو 1978. بعد حسابي تبين أن معدنك الطاقي هو الخشب. صفاتك هي: كلك نشاط وحيوية، جيد جدا في اتخاذ القرارات، لكنك متسرع في القرارات العائلية، وخصوصا إذا تدخل عامل الرأفة والحنان أي المشاعر. تتصف بالخيال والرحمة، تحب نوعا ما الوصول إلى المثالية في كل أمورك، تحب التغيير، أنت شخصية لطيفة، يناسبك اللون الأخضر واللون الأزرق الفاتح. عندما ترى هذه الألوان يأسرك الانجذاب لها وتسرح في خيالك الشاسع. تحب السير في الغابات والنظر إلى الشجر لكي تعود إلى هدوئك إن تعرضت للضجر أو الغضب. تمتلك قدرة تحليلية مذهلة وذكاؤك خارق، شخصية خيالية تعيش في الأحلام التي ترسمها، لكنك على معرفة جيدة في تحويل الأمور لصالحك، كما أنك تمتاز بجاذبية للآخرين، لكن لديك غموض لداعي الأمان والحذر. شخص اجتماعي جدا، ترغب دوما بأن ترى من حولك سعداء. مستقبلك باهر جدا، مستقل بذاتك، ولا تحب الاعتماد على أحد. تحب العيش بحرية، ولا تحب أحدا أن يسيطر عليك مهما كانت درجة القرابة. في بعض الأحيان وفي بعض الأمور مزاجي. شخص مغامر جدا، مخلص لأصدقائك ولشريك حياتك، لا تحب الخيانة أبدا، شخص فضولي للأشخاص المهمين لك. أستاذ معتز، كيف تعبر عن غضبك؟ هلأ بصراحة هذا السؤال قوي جدا أستاذة نور الهدى، لأنه ما دائما بغضب أنا، وما بغضب على شيء تافه، لكن لما بغضب بشدة بشراسة لدرجة أنه ممكن إيذاء نفسي، إيذاء الأشياء اللي حوالي. ما بأذي الشخص اللي أنا غضبت منه، بالذات إذا كان مقرب مني، لكن اللي حوالي بيعرفوا أنه إن أنا بحتاج دقيقتين أو 3 بعد الغضب لأرجع الإنسان الرايق وأسامح وأنسى الموضوع وما أحمل بقلبي أحقاد. قليل لأغضب، لكن غضبي شديد جدا، لكن في المكان المناسب والوقت المناسب. معتز، كيف تسيطر على غضبك وكيف تهدئ من روعك؟
بالنسبة لهذا السؤال هو مهم جدا. السيطرة على الغضب أحيانا بتكون بتغيير المكان اللي أنا موجود فيه، بعدم التكلم مع الشخص اللي هو سبب غضبي. أحيانا بلجأ للوضوء، بصلي مثلا ركعتين، بستهدي بالرحمن، أو بقرأ آية قرآن، بينتهي الموضوع. والأغلب إني بغير المكان. بالنسبة للشطر الثاني من السؤال، كيف تهدئ من روعك؟ هو لما أطلع أغير المكان، ممكن أشرب فنجان قهوة، ممكن 10 دقائق ربع ساعة بيهدى الموضوع، بفكر بهدوء، برجع. ممكن إذا أنا غلطان ما عندي مشكلة، عندي ثقافة الاعتذار، بعتذر أنا من الشخص. وإذا أنا ما غلطان بقلب صفحة كأن شيئا لم يكن. تصرفك هذا رائع جدا، بأنك تسيطر على غضبك بفطرتك السوية، وهذا نتيجة سلامك الداخلي بينك وبين ذاتك. كل شخص يستمد طاقته من الكون ويفرغ طاقته للكون ليعود بنشاطه وحيويته مهما عاندته العواقب والصواعب. كل الاحترام لك أستاذ معتز كروم، كل الحب والاحترام لشخصك الكريم. أدهشتني إنجازاتك، فما هو هدفك الذي تسعى إليه؟ فمعدن الخشب يتصف بالتجدد الدائم، ما هو جديدك أستاذ معتز؟ سؤال جميل. بصراحة أنا عندي هدفين، هدف عملي وهدف اجتماعي. بالنسبة للهدف العملي إنه يكون عندي فروع في كل دول العالم، وهذا بالش فيه ومستمر فيه، وإن شاء الله رح يكبر. الهدف الاجتماعي، بما إنه أنا كنت شاب وأسعى لفرصة، فقررت أنا من فترة منيحة من الزمن يعني إني أمد يد العون لكل الشباب اللي عنده قدرات ومواهب، أو شابات طبعا صغار بالعمر، يكون عندهم قدرات ومواهب لكن ما ملاقين الايد اللي بتنمد لهم مشان يبينوا او يظهروا قدراتهم. فساعدت كتير، وعم بدور على كل شخص بيستاهل لأمد له يد العون واوقف جنبه ايدي بايد لنبين سوا. هدفك سامي جدا، وفقك الله وسدد خطاك وجعلك ذخرا لكل شاب وشابة تصنع منهم قامات فذة لتبني أمتنا بمتانتها وحبها الأخوي. بارك الله بك ونفع بك الأمة. الرجل العملاق ليس كلمة تقال، بل أنت نسائم تهب في كل مجلس ذكر فيه اسمك. دمت بخير، تنشر عبقك الطيب أينما حللت. أستاذ معتز، ما مدى صحة تحليلي لشخصيتك؟ في الحقيقة لقد تفاجأت كثيرا بتحليلك الجميل والرائع والدقيق إلى أبعد حد. لن أقول 100%، ولكن أصبت فوق 90%، وهذه نسبة عالية جدا. أنا أحترمك وأحترم علمك وأحترم قدراتك، وأتمنى لك مستقبلا جميلا سعيدا مليئا بالنجاحات وإلى القمة إن شاء الله. كما أشكر كل من استمع إلينا، وأشكر كل من خصص وقتا ولو كان صغيرا لإنجاح هذه الحلقة الطيبة الكريمة. شكرا لك على الاستضافة مرة أخرى. أشكر لكم حسن إصغائكم. انتظروني بحلقة جديدة أطل عليكم بشخصيات فريدة يجب للتاريخ أن يتوجهم.